قبل ما نبتدي الفيديو هسيب لكم لينك قناه تحت في الديسكريبشن. عايزكم كلكم تخشوا تشتركوا وتظبطوا الدنيا. القناه بجد بتاعت حد عزيز عليا جدا جدا جدا، وهي بتنزل عليها فيديوهات شروحات دروس ماده الرياضيات اللي هي الماس للناس بتوع اللغات، مالناش دعوه بيهم دول. لينك القناه في الديسكريبشن، ادخلوا اشتركوا وشوفوا الفيديوهات. عايزين نوصلها كده بتاع 30 مليون مشترك. النهارده هنرجع لسلسله ميكس شوكولاته من تاني. السلسله دي اللي احنا بنعمل فيها فكرتين مالهمش اي علاقه ببعض في نفس الفيديو. هيكون عندنا النهارده تقييمي لاجمد النكت المصريه وتحدي اصوات الاكل، يعني هتضحك وتجوع في نفس الفيديو. نسبه كبيره من اللي بيشوفوا الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب، فيا ريت تنزلوا دلوقتي وتعملوا سبسكرايب، والاهم من كده تشغلوا جرس الاشعارات وتعملوا لايكات وكومنتات يا جدعان، لان الحاجات دي بتفرق بجد. محشش مراته ولدت توأم، من الفرحه قال للدكتور عليها الطلاق لا تنقي لك واحد. الى حد ما كويسه، 3 من 10. انا هقلب لكم رضا عبد العال النهارده في التقييمات. حرامي دخل يسرق بيت، لقى اصحاب البيت صاحيين، ضربهم وسرق البيت، وهو خارج لقى واحد نايم صحاه وضربه قلم على قفاه. قال له ليه كده؟ انا عملت حاجه يا عم؟ قال له عشان الصبح ما تعملش فيها راجل وتقول يا ريتني كنت صاحي. طب والله العظيم جامده وربنا. نكت يا صاحبي دي من اجمد النكت في التاريخ، 5 من 10. تلميذ بيقول لمامته تعالي معايا المدرسه بكره. قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها المستر قال اللي مش هيعمل الواجب هضرب امه بالجزمه. مش عايز حد في الكومنتات يقول لي ايه اللي بيضحك في النكت. يا عم اضحك وانت ساكت، محدش واخد منها حاجه. انت خدت منها حاجه؟ انت خدت حاجه من الدنيا يا حسيب؟ لا. طب خد. النكته دي تاخد 4 من 10. طائر بحرف الشين، شبشب امي دائما محلق في سماء البيت. ابتدينا نهبل، ابتدينا نعبط، 0 من 10. حكمة اليوم، اصرف ما في الجيب واشحت تاني يوم مش عيب. دي حقيقة بجد، وانا مطبق الحكمة دي بشكل كبير جدا في حياتي، فعشان كده النكتة او الحكمة دي تاخد 8 من 10. الشيء الوحيد اللي لو اشتغل بتتعصب ولو ما اشتغلش بتتعصب. المنبه مسكين مش عارف يعمل لك ايه، اصلا بيصحيك وهو خايف يقول لك هل تريد 5 دقائق غفوة. ده المنبه ده حوار. لما اصحى قبل الوقت اللي انا بكون ظابطه فيه بلاقيه رن، ولما اسرح في النوم الاقيه ما رنش. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. تقييمي لنكتة المنبه 3 من 10. لو خيروك بين اعز اصحابك ومليون دولار، ايه اول حاجة هتشتريها بعد ما تاخد الفلوس؟ يا حاجات كتير قوي، عربية بقى وبتاع. ثواني، هو خلاص حكم كده ان انا اخترت المليون دولار؟ لا وانا مكمل بجد بقى وبقول هشتري ايه. يا نهار اسود يا جدعان، ضاعت الصحوبيه. 1 من 10 يا عم. دخلت انا وهي المطعم، الجرسون جالي قلت له ممكن المنيو؟ قلت لها تاكلي ايه يا حبيبتي؟ قالت لي هاكل منيو زيك يا حبيبي. قلت لها منيو لله اللي عرفني بيك. ما ممكن عشان انت بخيل مش بتخرجها في مطاعم فهي مش عارفه المنيو، ما تجيبش العيب منها بقى. او ممكن تكون هي هبله يعني عادي. 2 من 10. اقول لكم على حاجه، كفايه نكت لحد كده، نخش على الاكل بقى والجمدان. ايوه كده، عايزين حاجه سخنه مولعه، مع اني ما بحبش الشطه نهائي، بس عايزين حاجه سخنه مولعه برضه. المعكرونه الحاره، نقانق اسياخ دجاج حاره، وصفه كيكه الارز موكن بينج. ايوه يعني بيبيع ايه ده؟ هو ده منبر؟ كل ده من برايا؟ الله يخرب بيتك، بتودي كل الاكل ده فين؟ سامعين بس انتوا الاصوات؟ يا زمان ما شفتش اصوات اكل امريكي والله. هموت واعرف بس هو خلى المنبرات قرمش كده ازاي اصلا. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. 아니 육즙이 가득 찼어요 그냥. وانا كمان والله العظيم يا اسطى. هوبا المستردة بقى، اقسم بالله هموت واجربها، بس مش بتيجي الفرصه. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان اديك بطيخه. خش عليك. هو ده منبار ولا سجق؟ والله ما عارف، هو شكل المنبار بس لا مش منبار ده والله. المهم احنا بنشوف اكل، ما علينا. مش عارف الخيار المخلل ده يعني شكله مغري، مع اني ما بحبش الخيار اصلا. ايوه بقى بيبسي بقى، بيبسي. عارف ان ده 7 اب، بس اي حاجه مشروب غازي بالنسبه له اسمه بيبسي. ماليش دعوه بقى انا اسم الشركه ايه، انت هتشاركني انا اقول اللي انا عايزه. لا هو على الجمدان، رمضان قرب بقى يا جدعان والفيديوهات دي هتكتر. اوعى الاندومي بقى، اندومي والجمدان. هو ايه الصغير اللي بياكله مع الاندومي ده؟ هو ايه ده؟
جامد جامد. هوبا سحب لك بقى السيخ، سيخ الفراخ. شكلها تحفه اقسم بالله، شكلها جامد قوي. لا 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 انا جوعت جدا وربنا لسه واكل، بس بجد جوعت. كفايه اول حد كده. كده نكون خلصنا الفيديو يا رجاله ويا ستات برضه، عشان محدش يزعل. ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتعمل كومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تشوفني مره تانية.